مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة 104 بفيروس كورونا اليوم وأمس. إعالة أسر الشهداء بأكثر من 307 ملايين نقفة في شمال البحر الأحمر. التشجير واستصلاح مساقط المياه مهام وطنية لا خيار منها. غارات أمريكية بالعراق وسوريا والبنتاغون يكشف الأهداف. متحور كورونا دلتا يهدد بإعادة العالم إلى الإغلاق الأول. وبلينكن يؤكد دعم واشنطن اتفاقات التطبيع، وإسرائيل قلقة من نووي إيران. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت يومي 27 و28 من يونيو في مراكز العزل بأقاليم الأوسط والجنوبي وجنوب البحر الأحمر أظهرت إصابة 104 من المواطنين بفيروس كورونا. وظهرت 30 من الإصابات في الفحوصات التي أجريت يوم 27 من يونيو، و74 في فحوصات 28 من يونيو، حيث كانت 55 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، و45 في الإقليم الجنوبي، 15 منها في مندفرة، و7 في صورون، و4 في عد قيح، و4 في دباروة، واثنتان في مداغرقيس، وواحدة في ترى أمني، وواحدة في منحيلي، وواحدة في عد خالة، وواحدة في قنافنة، وواحدة في كوعتيت، وواحدة في مايعيني، وأربع إصابات في عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 109 مريضا بكورونا، 70 من الإقليم الأوسط، و21 من إقليم القاشبركة، و12 من إقليم عنسبة، و6 من إقليم جنوب البحر الأحمر، بينما توفي مريض واحد من الإقليم الجنوبي يبلغ من العمر 84 عاما. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 5884، شفي منهم 5370، وتوفي 22 مريضا، فيما لا يزال 492 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 28 من يونيو 2021. أوضح مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر تقديم أكثر من 307 ملايين نقفة لإعالة أسر الشهداء في السنوات ال17 الماضية في الإقليم. وأوضح ممثل المكتب السيد إسماعيل عثمان أن المواطنين في الداخل والمهجر قدموا أكثر من 9 ملايين و575 ألف نقفة لإعالة أسر الشهداء، إلى جانب الإعالة المنتظمة التي تقدمها الحكومة منذ عام 2004. وأشار إلى اتخاذ عمال المؤسسات الحكومية والتجار مبادرات رعاية أسر الشهداء منذ عام 2019 في مديريات مصوح وقندع وفعبت ونقفة وقلعلو، وقدموا لذلك أكثر من 1,170,000 ألف نقفة، مع تقديم الدعم لأسر الشهداء وأبناء الشهداء في الصحة والتعليم وغيرها، وبدء مثل هذه الأنشطة في المديريات الأخرى. ودعا جميع المواطنين للإسهام في تحسين الحياة المعيشية لأسر الشهداء المحتاجة. ذكرت سلطة الغابات والحياة البرية بأن المساهمة في برامج التشجير واستصلاح مساقط المياه التي تعد مهام وطنية لا خيار منها دون التحصل على الأنشطة الطوعية واجب وطني. وقالت السلطة في بيانها: يجب السعي للعمل الدؤوب وتحقيق إنجازات ملموسة بالخروج من الأنشطة المألوفة لمواكبة الأوضاع الحالية في منطقتنا من متطلبات برامج التشجير واستصلاح مساقط المياه الموضوعة، ممنوح اهتمام كبير كالمعدات والطاقة وسبل تنفيذها، داعية المسؤولين في كافة المناصب الإدارية للعب دور رائد في توعية المواطنين وضرورة استرشادهم. وأضاف البيان: هذا العام وضع برنامج التشجير واستصلاح مساقط المياه بتخصيص أماكن حسب المناطق للتشجير تقوم بتنفيذها المكاتب الحكومية ودور العبادة والمدارس والأشخاص وكافة المؤسسات الحكومية حتى على مستوى الأقاليم. ويتوقع مشاركة فاعلة لكافة الجهات الحكومية والإدارات والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحادات والمؤسسات الدينية وغيرها من المؤسسات، وكذلك الجهات الشريكة. وأشارت السلطة
إلى إعداد أكثر من 4 ملايين شتلة في 29 مشتل لإنجاح البرنامج الموضوع. أفاد المدير التنفيذي لمديرية صنعاء السيد هبت كيداني بتسيير مهام تساهم في تأمين مياه الشرب الصالحة بمدينة صنعاء وتغيير الأنابيب القديمة بأخرى حديثة. وقد اشتملت الأعمال المرضية المنجزة حتى الآن على تغيير الأنابيب الحديدية القديمة بأنابيب بلاستيكية واسعة في مسافة طولها 4 كيلومترات، ونشر أنابيب مياه جديدة في منطقتي مطرة وصوترة. وذكر السيد هبتة تسيير جيد للأعمال الجارية منذ يناير 2021 لتغطية قناة سيول مفتوحة تقسم المدينة إلى نصفين، وكانت تتسبب في إعاقة الحركة من وإلى المناطق، حيث شيدت الجسور وبدأت في تقديم الخدمة وتغطية حوالي 250 قنوات سيول، ويجري العمل لاكتمال الباقي. وذكر مسؤول وحدة الرقابة والانضباط في المدينة السيد هبتون بيين المشاكل التي كانت تواجه نتيجة لعدم توفر الجسور في القناة، معبرا عن أمنياته الكبيرة لحلها مع انتهاء العمل. في الختام دعا السيد هبتوم المواطنين لتنظيم أنشطة نفير للنظافة البيئية ورمي النفايات بعيدا من القناة لمكافحتها من الإغلاق. قال مدير مديرية قلعلو السيد إبراهيم محمود إن توسيع الخدمات الاجتماعية أحدث ارتياحا لدى السكان، وأوضح وجود خدمات صحة وتعليم ومياه ومواصلات والتي أسهمت في تجمع القرى. وأشار إلى وجود خدمات مياه بالطاقة الشمسية وتوسيع الخدمات الصحية التي كانت مقتصرة على مناطق محدودة بفتح 8 مؤسسات صحية. وذكر وجود 41 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ويقطن مديرية قلعلو حوالي 29 ألف نسمة. تبرع الشباب العمال في مديرية نقفة ب66 ألف نقفة ل11 أسرة شهيد، فيما تبرعت ابنة شهيد ب11 ألف نقفة ل11 أسرة شهيد محتاجة. وقال مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس في مراسم التسليم أن إعالة وتبني أسر الشهداء مسؤولية كافة المواطنين، مشيدا بالمبادرة النبيلة التي اتخذها الشباب العمال، مناشدا الآخرين لاتباعهم. استشهد المناضل عثمان عبد الله بلح مسؤول قسم متابعة الشؤون الجماهيرية في وزارة الحكومات المحلية في 27 من يونيو الجاري في العاصمة أسمرة أثناء تلقيه الرعاية الصحية اللازمة عن عمر بلغ 69 عاما. التحق المناضل عثمان بصفوف قوات التحرير الشعبية في عام 1970، وعمل قبل الاستقلال في مختلف أجهزة الجبهة حتى مستوى عضو اللجنة المركزية، وعمل بعد الاستقلال مديرا للمدينة في إقليمي القاشبركة وجنوب البحر الأحمر، ومن ثم مديرا لقسم الإدارة والمالية في إقليم شمال البحر الأحمر، وقسم الخدمات الاجتماعية ومتابعة الشؤون الجماهيرية في المكتب المركزي لوزارة الحكومات المحلية. المناضل الشهيد عثمان بلح رب أسرة وأب ل7 أبناء، وقد أوري جثمانه الثرى عصر اليوم 28 من يونيو في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الحكومات المحلية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل عثمان عبد الله بلح، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قدم الجيش الأمريكي تفاصيل عن الغارات التي شنها على مناطق بسوريا والعراق، وفي الوقت الذي أدانت فيه إيران بشدة ما سمته إثارة التوتر في المنطقة. أصدرت فصائل عراقية مسلحة بيانا تشدد فيه على رفضها للوجود الأمريكي بالبلاد. وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت غارات جوية موجهة استهدفت منشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية. وصرح مسؤولون بأن الجيش الأمريكي شن الهجمات بطائرات F-15 و F-16، قائلا أن الطيارين الذين نفذوا هذه الهجمات عادوا بسلام. وأوضحت وزارة الدفاع البنتاغون أن هذه الضربات أذن بها
أو أذن بها الرئيس جو بايدن في أعقاب الهجمات المستمرة على المصالح الأمريكية. وتلقي الولايات المتحدة باللوم على فصائل عراقية مرتبطة بإيران في الهجمات الأخيرة على منشآت عراقية تؤوي أفرادا أمريكيين، في وقت يؤمل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع طهران. مع حلول فصل الصيف وتسارع عمليات التلقيح حول العالم، ظن كثيرون أن أزمة كورونا أصبحت جزءا من الماضي، لكن ظهور متحول دلتا يبدو أنه سيعيد العالم إلى المربع الأول، وهو الإغلاقات. والمؤشرات على تفشي متحور دلتا كثيرة، فقد بدأت تسود في جنوب إفريقيا ورصدت في 49 ولاية أمريكية. أما الأرقام القياسية من الإصابات في روسيا وتحديدا في العاصمة موسكو يعزى إلى هذا المتحور. وتقول منظمة الصحة العالمية أن متحور دلتا موجود في 92 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنها يهدد بموجة كورونا جديدة رغم تراجع معدل الإصابات عالميا. ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فقد تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020، وما يجعله مخيفا مقارنة ببقية السلالات. إنه سرعة انتشاره كبيرة مقارنة مع المتحورات السابقة، إذ تشير الدراسات إلى أن قابلية انتقال متحور دلتا ارتفعت بنحو 40 إلى 60%. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائه بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد في روما إن الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحا أن العلاقة بين الحلفاء قد تشوبها تباينات من حين لآخر. وليبيت موجود في روما لإجراء محادثات مع بلينكن الذي وصل إلى العاصمة الإيطالية في إطار زيارة ل3 دول أوروبية. وقال بلينكن إن لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي الإسرائيلي تناول عدة قضايا بخصوص المنطقة وأبرزها إيران، وشدد على أن بعض وجهات النظر بين البلدين قد تكون مختلفة، لكن الأساس هو التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل. وجاء هذا اللقاء بينما تجري مفاوضات تهدف لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015 في فيينا بشأن إيران، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقرار أحادي بعد 3 سنوات. قالت الشرطة في بنغلاديش إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 50 جراء انفجار في العاصمة دكا، ولم يعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع في الطابق الأرضي لمبنى مكون من 3 طوابق في أحد أحياء العاصمة. وقال شفيق الإسلام مفوض شرطة العاصمة للصحفيين بعد زيارة لموقع الانفجار أن المعلومات المتوافرة تشير إلى مقتل 7 أشخاص في الحادث، وتم نقل 50 آخرين إلى المستشفيات. وأضاف أن 7 مبان أخرى قريبة و3 حافلات تضررت من الانفجار. ختاما لنشرة أنباء هذا المساء أعود فأذكر بأبرز عناوينها. إصابة 104 من المواطنين بفيروس كورونا اليوم وأمس. إعالة أسر الشهداء بأكثر من 307 ملايين نقفة في شمال البحر الأحمر. التشجير واستصلاح مساقط المياه مهام وطنية لا مناص منها. غارات أمريكية بالعراق وسوريا والبنتاغون يكشف الأهداف. متحور كورونا دلتا يهدد بإعادة العالم إلى الإغلاق الأول. وبلينكن يؤكد دعم واشنطن اتفاقات التطبيع، وإسرائيل قلقة من نووي إيران. انتهت نشرة أخبار هذا المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.